الله طلعنا من جسر الملك فهد باتجاه الرياض السعودية بإذن الله تعالى. اليوم عندي تغطية لفرز عسل سمرة وديان وبراري جبال طويق نجد. تواجد في أحد وديان جبال طويق عشان أفرز عسل السمرة البري النجدي مع النحال. هذه انتشار لأشجار السمرة، طبعا الموسم على نهايته خلاص مخلص. هذه خلايا النحل. اليوم عبد الله معاي، ولده عبد الله، هالمرة وديته معاي، أول مرة يحضر معاي طبعا. وهذه خلايا النحل تحت شجرة الطلح، هذه ما شاء الله تبارك الرحمن، بنفرزها بعدين مع النحال. شوفوا ما شاء الله البرواز متروس حبوب لقاح، ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا لاحظوا اخوان الكرام، دائما النحل البلدي مثل ما قلنا لكم دائما ميال الى الحضنة. هاي تختيم بسيط. طبعا الموسم تعبان، موسم ما هو قوي جدا، ولكن ان شاء الله العسل يكون جودة عالية. ودائما العسل ما هو شرط يكون فيه تختيم، يعني حتى العسل اللي فيه العيون السداسية المفتوحة يكون ناضج، خصوصا اذا كان النحل بلدي اخوان الكرام. طبعا هذا غذاء ملكات بلدي طبيعي ما شاء الله تبارك الرحمن من نصيبي. شوفوا هذا اليرق اخوان الكرام، يعني اذا ما شلناها الحين كانت بتصير ملكة. وشوفوا غذاء الملكات، هذه اللي كانت تتغذى عليه، هذه غذاء الملكات اللي نوفر لكم. دائما غذاء الملكات يكون غذاء لليرقات اللي بعدين بتصبح ملكة، اللي صورناها لكم من شوي. دائما الملكة اخوان الكرام ما تتغذى الا على غذاء الملكات. الحين راح اجرب بنفسي غذاء ملكات. شوفوا ما شاء الله بلدي طبيعي فرش من المرعى مباشرة. كالعادة اخوان الكرام يتم استخراج وضع البراويز في الفراز للفرز بالطرد المركزي. بالطريقة هذه اخوان الكرام يتم فرز العسل. شوف العسل شلون يتطاير في جوانب الفراز بالطرد المركزي بالطرق الآمنة النظيفة الحديثة، بحيث أن العسل يحافظ على خواصه العلاجية الطبيعية من أي حرارة على البارد. ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا عسل السمرة البري إنتاج نجد. شوفوا ثقل العسل، ثقيل بالرغم أنه تو مفروز. معروف أصلا سمرة نجد أنه ثقيل وتركيز عالي جدا، 100% سمرة صافية ناهية. بس شوفوا ما شاء الله ريحة السمرة بالمخ ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا عسل السمرة اخوان الكرام اللي فرزناه لكم الحين من شوي من احد وديان جبال طويق. عسل سمرة بري صافي نقي من شجرة السمرة هذه اللي شايفينها امامكم. عسل سمرة بري من جبال طويق، من هذا الوادي اللي شايفينه امامكم، وادي بكر، بعيد عن التلوث، بعيد عن المدن، بعيد عن اي عوادم سيارات، بعيد عن اي تغذية سكرية، ما في الا النحال بروحه. عسل السمرة اخوان الكرام من فصيلة الاكاسيا. شجرة السمرة من فصيلة الاكاسيا، اخت السلم واخت الطلحة واخت طلحة السيال او الاشبهان. وعسلها مفيد جدا جدا للباطنية بشكل عام، مرغوب جدا، عليه طلب عالي جدا، ممتاز للباطنية، للمعدة، للأمعاء، للقولون، للانتفاخات، للجهاز الهضمي، مناسب لمرضى السكري، لأمراض الكبد، محفز للأنسولين، للجهاز التنفسي. يعني عسل علاجي من الطراز الأول. ما شاء الله تبارك الله. أعطنا من العقل اللي عنده أبو عايش. وكالعادة كبسة الحاشي اللباني. عشان ما يطلع ترى فيه خيارات. هذه أجواءنا مثل ما انتم شايفين، ظلام دامس، يعني جبت 6 بس والله هدوء والجو براد ما شاء الله تبارك الرحمن. ياخذ راحته. قسم بالله ريحة الطبخة ما شاء الله بالمخ.
الحين بنتعشى وبنطلع من الوادي. الساعة حين 9 مساء.